مساء الخير. الاستثمار العقاري دايما بتقابلنا فيه العديد من الأسئلة، بس في 4 أسئلة تحديدا بتكون مشتركة ما بين كل العملاء: اللوكيشن، ثبات أعمال الشركة، العائد الاستثماري اللي هيعود عليا لما اشتري في المشروع ده تحديدا. السؤال الرابع: يا ترى في إنشاءات في المشروع أقدر إن أنا أشوفها عشان أطمن أكتر للمشروع. أنا النهاردة جاية أتكلم معاكم على مشروع بيراميدز ميجا مول. المشروع ده حقق لي أو جاوب لي على ال4 أسئلة إجابات نموذجية جدا. أول حاجة، لوكيشن المشروع فين؟ أنت على مدخل العاصمة الإدارية عند لافيستا سيتي، ده كومباوند فيلات فقط. عند الR4 والR5، دي منطقة فيها كثافة سكانية عالية جدا. انت كمان على الدائري الاوسطي، على محور بن زايد الشمالي والجنوبي، ودول يعتبروا اهم محورين في العاصمه الاداريه. بالتالي انت في لوكيشن هو مش هيتكرر تاني. طيب، بالنسبه للشركه وثبات اعمالها، شركه بيراميدز الحقيقه هي اثبتت جدارتها في سوق العقار المصري وخاصه في العاصمه الاداريه، وبالفعل هي سلمت مول شغال حاليا اللي هو جراند سكوير، نقدر ان احنا نشوفه ونروح ونقضي فيه وقت لطيف ونتغدى ونتعشى وكل حاجه. طيب، السؤال الثالث: العائد الاستثماري بتاعي لما اشتري معاهم في المشروع ده. موضوع كبير قوي متشعب موضوع العائد الاستثماري، وده عاوز ان احنا نتكلم فيه باستفاضه كبيره جدا، بس هو اهم حاجه فيه ان حضرتك في 20% مبدئيا على المقدم اللي انت بتدفعه ده لمده 2.5 سنين. ده اول حاجه. طيب، بالنسبه للانشاءات، يا ترى في انشاءات اقدر ان انا اروح واتفرج عليها؟ ده تحديدا اللي انا جاي اتكلم عليه النهارده. المشروع فيه انشاءات كتيره جدا، يعني احنا دلوقتي نقدر نعاين قبل ما نتعاقد، ودي حاجه مهمه جدا جدا. فبالتالي احنا عندنا حاليا مرحله بنلونش فيها في مشروع بيراميدز ميجا مول محلات، تقدر حضرتك تنزل وتعاين المحل بتاعك قبل ما تتعاقد. انا هسيب رقمي، اللي حابب ياخد فكره اكتر عن المشروع كلموني وان شاء الله افيدكم. شكرا.